السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم جميعا عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة فيديو جديد ووصفة جديدة، وهنعمل مع بعض صينية مكرونة بالبشاميل بس من غير بشاميل. طعمها بيكون حلو جدا ومميز ان شاء الله، بإذن الله يعجبكم، وكمان وشها بيكون طري جدا وجميل. متنسيش تحطيلي لايك للفيديو واشتراك للقناة ونسمي الله ونبتدي مع بعض. طريقتها سهلة جدا، وأول حاجة هنبتدي بيها هي المكونات اللي هحتاجها النهاردة. معايا بصل وتوم وفلفل، ومعايا مكرونة ولحمة مفرومة، ومعايا دبس رمان، واخر حاجة التوابل هقولها اثناء استخدامها. اول حاجة هعملها اني اسلق المكرونة. مية على النار، واول ما غليت نزلت بالمكرونة وحطيت عليها شوية زيت، وعقبال ما المكرونة تتسلق هبتدي ان انا اعصج اللحمة. حلة على النار هتحطي فيها مادة دهنية سواء سمنة او زيت، انا حطيت زيت، وهنزل عليه بالبصل. هفضل اقلب في البصل لحد ما يدبل، انا مش عايزاه يتحمر، مجرد بس انه يدبل، وهبتدي اني انزل عليه باقي المكونات. كده خلاص البصل دبل معايا، وهنزل عليه بالثوم. والثوم برضو انا مش عايزاه يتحمر، هقلب فيه لحد ما ريحته تطلع. كده خلاص الثوم ريحته معايا طلعت، واول ما بشمها بنزل على طول بالفلفل، وبرضو بقلب فيه شوية لحد ما يدبل. مجرد ما الفلفل دبل معايا شوية هنزل عليه باللحمة. هفضل اقلب في اللحمة بتاعتي لحد ما تاخد لون. وكده اللحمة خلاص اخدت لون، هبتدي اني انزل عليها بدبس رمان حوالي معلقتين كبار، وهنزل كمان برشة خل خفيفة. الخل ما بيأثرش خالص على الطعم، بالعكس بيخلي الطعم احلى. كده اللحمة خلاص وصلت معايا للون اللي انا عايزاه، هبتدي ان انا انزل عليها بالتوابل. هقلب بس فيها شوية الاول عشان الخل يتبخر منها قبل ما انزل بالتوابل. هحط عليها نص معلقة كمون، وربع معلقة قرفة، ونص معلقة كزبرة، ونص معلقة من السبع بهارات، ونص معلقة من بهارات اللحمة. وهتضيفي مكعب مرقة دجاج، وده اختياري، لو مش حابة تحطيه مفيش اي مشكلة. واخر حاجة هحط نص معلقة ملح. وكده هقلب اللحمة كلها كويس في بعضها، وهسيبها حوالي دقيقتين. انا مش عايزاها تكون مستوية سوا كامل، يعني 3/4 سوا مثلا كده، والربع الباقي تكمله في الفرن. هنبتدي نجهز الصينية مع بعض. هدهنها زيت عشان المكرونة متلزقش فيها. هدهنها كويس بالفرشة وهغطيها من كل الجوانب. هقسم كمية المكرونة بتاعتي لنصين، النص الأول هحطه من تحت، وهسيب النص التاني. وبعد كده هضيف اللحمة اللي عصقتها. في الخطوة دي لو حابة تضيفي في النص برضو جبنة موتزاريلا مفيش مشكلة ضيفي، بس أنا استكفيت باللحمة.
هحاول اني اوزع اللحمة كويس واضيف عليها باقي المكرونة، وهحاول اني اضغط على المكرونة كويس بحيث اني اخلي المكرونة متساوية جنب بعضها. لحد كده فاحنا ماشيين على طريقة المكرونة البشاميل العادية، بس انا هضيف حاجة تانية بدل البشاميل، هضيف جبنة موتزاريلا فوق الوش، بتدي طعم حلو جدا ونتيجة حلوة جدا ما شاء الله. انا هحاول بقدر الامكان اني اغطي كل سطح المكرونة. ممكن تضيفي جبنة برضو رومي مبشورة مع الجبنة الموتزاريلا، بس الجبنة الموتزاريلا اساس يعني لازم تتحط. ممكن تضيفي فوق الوش شرايح زيتون او شرايح فلفل الوان، بتدي شكل حلو وكمان طعم حلو. وكده خلاص انا غطيت سطح المكرونة كلها، وهبتدي ان انا اضيف اخر حاجة. معايا بيضة، ضفت عليها معلقة من الكاتشب ومعلقة من دبس الرمان، وهضيف عليها حوالي معلقة من مايونيز ورشة بسيطة من الفلفل الأسود، وهبتدي ان انا اغطي بيها سطح المكرونة كله. لو مش بتحبي البيض مفيش مشكلة، تقدري تستغني عنها، بس صراحة هي بتدي طعم أحلى للمكرونة، وكمان بتساعدك ان المكرونة وشها يطلع لونه ذهبي وحلو. وكده خلاص انا خلصت، والصينية جاهزة معايا اني احطها في الفرن. الاول هولع عليها من تحت لحد ما الجبنة تسيح معايا كويس، وبعدين هبتدي ان انا اولع الشواية مجرد انها تاخد لون مش اكتر. وكده الصينية بتاعتي بعد ما خلاص طلعت من الفرن، ما شاء الله لونها جميل وريحتها جميلة وطعمها جميل ووشها طري جدا، ومحتاجتش البشاميل ده وحاجة جديدة. ان شاء الله تعجبكم، جربوها، طعمها جميل جدا. وكده خلاص اكون خلصت الفيديو. ما تنسيش تحطي اللايك للفيديو واشتراك للقناة. اشوفك ان شاء الله بإذن الله في فيديو جديد. مع السلامة.